هاي يا شباب، تقريبا الكاميرا دي كويسة جدا، نظرا ان انا بسجل من تليفون والدي. طيب، في الفيديو ده هنتكلم مع بعض اي جوب انترفيو ايا كانت الشركة، ان كانت تكنيكال نون تكنيكال، سواء كانت كاستمر سيرفيس، سواء كانت حاجة تكنيكال زي داتا اناليسيس او ماشين ليرنينج او ايا كان اللي انت بتعمله، فهو بيمر بخطوات. خلينا دلوقتي نتكلم. انت بتلاقي الريكروتر او بتلاقي لينكد ان مثلا جوب اوفر، فبتعمل ابلاي. طبعا احنا مش هنتكلم عن حد اللي هي في ريكومنديشن، نعمل ابلاي. عملنا ابلاي، فهو والله بتمر بمرحله الفلتريشن الخاص بيبقى موجود في الريزومي. ببساطه كبيره جدا بيخش في تايبس معينه، كريتيريا معينه تبقى موجوده، لازم تعدي منها السي في. طب عدى منها السي في، والله تمام، بيبصوا كمان بصه تانية على السي في. تمام تمام تمام، لا مش تمام، في حاجات كده معينه بيتم اعاده النظر فيها مره تانية. ليه؟ لان برسنتج ان في 2000 واحد مثلا بيقدموا، فالفلتريشن ده تقريبا في 1500 مش بيعدوا منه، في 500 بس بيعدوا. فطبيعي ان انا مش هابروتش 500 واحاول ان انا اكلمهم، لا انا بشوف من 500 دول مثلا بشوف في حاجات معينه كده، حاجات انا بدور عليها لازم تبقى مكتوبه، فبيوصلوا لحد مثلا 200. في ال 200 دول بالفعل بيحاولوا ان هم يتواصلوا بيهم فون. فبيبدا اول حاجه الفون انترفيو. الفون انترفيو بيبقى ديسكشن بسيطه جدا عشان تعرفوا بعض. طب خلينا نقول مثلا هو في الكاستمر سيرفيس. في الكاستمر سيرفيس بتبقى الديسكشن بتبقى عباره عن introduce yourself، طب قولي why you'd like to apply، حاجات زي كده. طب الحاجه التانية اللي هي مش يعني انت خلاص انت اوريدي تمام، طب المفروض اعمل ايه خلال الفون كول؟ دي اول نقطه هنتكلم فيها خلال الفون كول اللي المفروض يتم. في الفون كول اللي لما بيجي يتم ان انت يكون عندك على قد ما تقدر ان انت تحاول يعني قبلها بيجي يبعت لك رساله مثلا we're gonna schedule مثلا فون كول مثلا من 3 ل 5 او حاجه زي كده، فبتحاول ان هم يتواصلوا معاك خلال الوقت ده. فانت خلال الوقت ده المفروض تكون انت مجهز تيكي نوتس مثلا، او مجهز ورقه وقلم عشان تكتب ملاحظات، انت بتتكلم اسئله عايز تسالها او حاجه زي كده. المفروض مثلا بيجي يسألك في كده لحظة سايلنس كده، بتبقى لحظة كده بيبقى انتوا الاتنين مش بتتكلموا، فانت بتحس الموضوع ويرد، الموضوع ستريس. لا هو الموضوع عادي، هو ممكن يكون يعني بيعمل تشيك مارك على حاجة معينة او بيكتب حاجة معينة. انت ممكن بتسأل بذكاء بقى، يعني مثلا هو انجلش مثلا وهو لقيته سكت كده وانت خايف الموضوع شبكة او حاجة، فتيجي تسأل مثلا are you still around are you still around، انت لسه هنا موجود ولا ايه الكلام، ولا مشيت ولا رحت فين يعني. لو حد كان انترفيو عادي بتسأله تقول له سامعني كده، بتأكد بس ان هو سامعك، بتأكد ان كل حاجة تانية، يجي لك يس I'm just make something here، انا بعمل حاجة هنا. دي كده اول نقطة. فانت المفروض ان انت خلالها ان هو بيديك الفيدباك. في مرحلة الريجكتد هو بيجي يقول لك والله waiting for your feedback مثلا throughout the 24 hours مثلا، وبيجي لك الفيدباك على الواتساب او الميل او على حاجة. لو في مثلا ال ايه يا ربي، لو انت في حاله اكسبتد بقى ان شاء الله، بيجي يقول لك اوكي، ممكن بيديها لك اون سبوت، في الاغلب بيديها لك اون سبوت، بيجي يقول لك اوكي انت تمام معانا، تعال نسكادجول مع بعض مثلا ده سكند انترفيو مثلا، وبيكون في السايت، بيكون جوجل ميت، بيكون مايكروسوفت على حسب. فكده اول حاجه الفون كول. السكند واللي هو بيبقى عباره عن السكند انترفيو بيبقى خاص بان انت بقى لو خلينا مثلا نقول انجلش. لو انجلش ممكن يكون اسسمنت، او يعني اسسمنت تعمله، ولو والله لو جبت فيه درجه معينه انت بتكون باست. او في المرحله التانية لو هو تكنيكال بيكون حاجه تكنيكال مثلا، بيجي يسالك كام سؤال تكنيكال، بيبعتوا لك مثلا امتحان سيكوال او امتحان باور بي اي، امتحان داتا اناليسيس، ولو انت تمام بتكون باست. تمام. ده ممكن يتبعت لك على الميل، ممكن على مايكروسوفت. التالت بيكون فيس تو فيس. الفيس تو فيس ده ليه 3 انواع. ممكن تقعد فيس وسط جروب، بمعنى ان في 10 حواليا، 5 بيقدموا على نفس البوزيشنز، فاحنا الخمسه دخل معانا جروب. او ده بيبقى اسهل انواعهم، لان الاغلب يعني انت حتى لو انت حاسس انت بستراجل، انت في واحد والله قال سؤال هنا، فانت ممكن تستخدم نفس الاجابه اللي هو بتمشي نفس الفيدباك بتاعته. او في بقى المرحله اللي هي بتبقى اصعب منها شويه، واللي هو بيبقى ايه، بيكون واحد، يعني انا مثلا قدامي 2 انترفيو او انترفيوي اللي هو الشخص، وبيكون حد تكنيكال مثلا لو انا في انترفيو تكنيكال، او انترفيوي وحد مثلا بتاع لانجوج لو انا في انترفيو لانجوج مثلا. ده بيكون 2 وفي 3، وده بيبقى اصعبهم خالص بقى. ساعتها بيكون حد كده ممكن ما بيتكلمش خالص بجد، هو بيكون مركز just focus on your body language، ايدك كده مش عارف ايه يعني الكلام ده.
في نطقك مثلا الاسئله البيهيفير او حاجه زي كده والى ما اخره. طب تقسيمه الانترفيو جوه هي بتعتمد على كل شغل، ولكن بتبقى في الاغلب behavior skills behavior، وفي الاغلب كمان بيركز على البيهيفير. يعني از لونج از ان انت عديت الاسسمنت فانا بشوف البيهيفير بتاعك. حتى لو اسسمنت يعني امازون مثلا بتعمل انترفيو صعبه قوي، يعني في اغلب الاوقات بتعمل انترفيو اسسمنت انترفيو كمان للتكنيكال او للغه او حاجه، فالموضوع بيكون بروسس طويل قوي. ولكن لو ما بتخش بقى انترفيو قدام 2 او 3 وبيكون خلاص انت عديت التكنيكال والدنيا تمام، بيسالك سبب هل do you like to work with team مثلا، ولا بتحب ان انت تشتغل اكتر لوحدك، ولا بتحب تشتغل مع ناس، طب ايه فكره ان ازاي تبقى كريتيف والى ما اخره. طيب انا دلوقتي عدينا من الاول وعدينا من السكند وعدينا من الثيرد. في كام نقطه كده حابب ان انا اتكلم فيها معاكم. اول نقطه negotiation. في حاجات، بعض الحاجات بيبقى الساري از كونفيدنشال. يعني ايه كونفيدنشال؟ يعني بيبقى ساري ما بيتقالش غير في الانترفيو، ما بيكونش معروف. وفي الاغلب ده اكيد مش هتلاقيه في كاستمر سيلز، ده هتلاقيه في الحاجات التكنيكال. بتيجي مثلا انت تقول انا عايز اخد مثلا، انا شايف البوزيشن بتاعي مثلا القدر بتاعه اكس، انت تيجي تقول لا انا شايف كلين اكس. ساعتها بقى بتوصل مرحله اسمها نيجوشيشن بالانجلش، او اسمها كومن جراوند. انت بتشوف حاجه شائعه ما بيننا احنا الاثنين، او حاجه بتبقى ميدل ما بين احنا الاثنين. بمعنى ايه؟ انا شايف ان انا والله انا حتى خدت باور بي اي انجينير، اخدت مع ان تي اي، وكنت موجود في حاجه ابن سينا، وكنت موجود في جوجل، واخدت اي بي ام وحاجات كتير جدا. فانا شايف ان دي حاجه زي كده لا بترجح لي ان انا ابقى حد سوليد، حد تمام، وشايف ان التكنيكاليتي بتاعتي عاليه جدا والمايند سيت بتاعتي كويسه، وانا شايف ان تقديري 10. انت قلت لي 8، او انت قلت لي مثلا جاس يور اكسبكتيشن سالري مثلا، قلت لي 9، قلت لك لا انا شايف ان هو 10. افترض ايا كان اللي هيتم، سواء كان مثلا 7 سواء 9 او 10، فهم يجي يقول لك اوكي هنرجع لك مره ثانيه بفون او بايميل. في الاغلب بايميل يجي يقول لك اوكي we see you are fit with these positions and we are really so happy to announce you we accept you وكده يعني، وبيتم بقى اللي هو قبولك. طب افترض ان هم رفضوك ويجي يقول لك والله رفضناك نظرا ان انت شايف ان احنا عندنا الباكج بتاعتنا مش هتقدر تكفر حاجه زي كده. بس في الاغلب بيردوا عليك. يعني اي شركه محترمه بترد. يا شباب احنا اللي انا بكلمكم دي في شركه محترمه، يعني اي بروسس اي شركه عالميه يعني اوكي، او اي شركه ليها اسم عامه. دي المفروض البروسس اللي بتتم. حاجه تانية، افترض مثلا ان حصل ليت مثلا في الفيدباك، انا مبسوط قوي ان انا بصور بالكاميرا كمان ضيف قوي. حصل ليت مثلا في الفيدباك. في الحاله اللي زي كده انت ايه اللي بيتم ان انت تعمله؟ مثلا ان انت بتبعت لهم حاجه اسمها بيزنس ايميل، ممكن احاول ان انا اشرحه، او ممكن لو بحثوا عنه في جوجل هتلاقوه، او يوتيوب او تشات جي بي تي. بتيجي تقول مثلا بتقول والله ان انا حابب ان انا اعرف مثلا شكل ايميل بيبقى ايه، والله دير هاير مانجر مثلا انا اسمي كذا وعملت انترفيو يوم كذا، ف I would like to looking forward to know your constructive feedback مثلا. و I'm really so excited to know that مثلا. عايز اعرف كده لان لازم تبين ان انت عندك متحمس وعايز تعرف الفيدباك بتاعتك تمام. وبس، وبيتم الرد في الاغلب بيتم الرد. وبعد كده تقريبا بيبقى ضن تمام. البيهيفير كويشن زي ما احنا اتفقنا، انا بس بحاول ان انا من مارك تشيك على اي حاجه ممكن حاول. طب ازاي ان انا اكسر، دي نقطه كويسه جدا، ازاي اكسر مثلا الاسترس في الفيس تو فيس انترفيو مثلا، سواء كان 1 قدام 3 او 1 قدام 2 ايا كان. ممكن تعمل وان واي مثلا، ما تخليش السؤال وان واي مثلا الا لو هو اللي قال. يعني مثلا في بعض الانترفيوز مثلا تيجي تقول لك هلو مثلا ذيس شادي مثلا او ذيس جاك مثلا اتش ار تالنت اكوزيشنز فور مثلا شركه زايد للسيارات مثلا، و I'm here مثلا to make interview with you مثلا and please if you have any questions related for and don't forget it. بس هو قال لك ان انا هعمل لك وان واي، انا هخليه لغايه السؤال بتاعك هخليه لغايه الاخر، وبعد كده هنبدا نتكلم وان واي انت بس اللي بتجاوب. ولكن عشان تعمل ايس بريك مثلا ممكن تيجي تبدا مثلا تتكلم معاه اول ما بتيجي تتكلم في نقطتين من ايس بريك، ان انت بتخلي وان كويشنز مثلا اللي هو بتيجي تقول له ايه انت عايز تهدي مثلا، جه سالك سؤال تكنيكال وبعد كده بعد ما جاوبت قلت له بس انا شايف اصلا ده نافع مع الشركه، فايه رايك؟ في طبعا بعض الاتش ارز اللي بيقفلوا على الكلوز على حاجه زي كده، وفي ناس اللي هي عادي بتتكلم وده اللي بيخليك ان انت ما تحسش بالاسترس. ان انت ما تحسش بالاسترس بتاع الانترفيو. انت عاده هتحسه، لكن الفكره هاو كان يو كنترول اوفر. عاده باي انترفيو، لو انترفيو بجد يعني بجد لو في ريتيل معفن ملوش اي اهميه بجد
what is not worth for you هتلاقي نفسك برضك ان انت متوتر نظرا this as a human being. يعني هو الموضوع بيرجع ان انت as a behavior لينا احنا more than ان هو حته ناس او سوري او حته شغل او positions او حاجه زي كده. لا هو احنا عاده بيبقى عندنا القلق ده على طول. الفكره ان انت بيجي عليه بالاستمراريه والتعود وان انت ازاي تعرف تكنترول اوفر على الحاجه زي كده. تقريبا دي كده مراحل انترفيو في اي شركه. حبيت اشارك معاكم حاجه زي كده. يعني بحاول ان انا ميك شور برضك ان لو في المفروض بعد كده بيجي بيقول لك لو انت عندك اي اسئله اسالني او حاجه زي كده. وي دونت فورجيت يعني ان انت تساله لو عندك اي سؤال بخصوص doubts about مثلا salary او عن positions معين. ممكن تساله حاجه حلوه قوي، تساله مثلا تفتكر في البيئه اللي هنا. يعني ده سؤال انا مثلا بحب عاده ان انا اعمله. تفتكر البيئة اللي هنا مثلا how can I adapt with this environment مثلا give me tips and tricks مثلا tips and tricks مثلا انا ازاي مثلا اباس الاسسمنت مثلا. تفتكر ايه اكتر الغلطات الشائعة والى ما اخره. مش هصور عليكم. هو كده الفيديو 12 دقيقة تقريبا ف that's enough يعني for today. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده، وان شاء الله هحاول ان احنا نعمل سلسله كده خاصه مثلا باكسل كامله تكون فيها كل حاجه، وعايزين نجرب اكتر من حاجه تانية كده سوا. ده كان بس كده كان النهارده فيديو النهارده. يا ريت لو عندكم اي اسئله او اي حاجه تتواصلوا معايا على لينكد ان او على الكومنتس. بس شكرا جدا ليكم و have a good day بقى وكده. باي.